السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كلمات. حلقة النهاردة عن الأديب والشاعر جبران خليل جبران. هو أديب عربي من شعراء العصر الحديث ومن أبرز أدباء وشعراء المهجر. اتولد جبران سنة 1883 في قرية بشرى الموجودة في شمال لبنان. كان والده رجل فقير بيعمل كغيره من سكان القرية في تربية الماشية، أما أمه فكان ليها دور وأثر كبير في حياة وشخصية جبران، فكانت بتشجعه على تنمية موهبته في الرسم والكتابة، وهي اللي عرفته على القصص المشهورة زي قصة ألف ليلة وليلة، وفضلت تسانده وتدعمه لحد ما أصبح أديب معروف ومشهور. بدأ جبران تعليمه في سن ال5 سنوات. دخل مدرسة يتعلم فيها مبادئ اللغة العربية والفرنسية. بعد كده اتنقل مع والدته لبوسطن في أمريكا. دخل مدرسة يتعلم فيها مبادئ اللغة الإنجليزية. كان جبران طفل شديد الذكاء وطموح، فاهتم بيه المدرسين بعد ما لاحظوا ميوله الفنية المبشرة. أمضى فيها 3 سنوات. بعد كده رجع للبنان ودخل مدرسة الحكمة اللي أمضى فيها 3 سنوات تانيين، أتقن فيها اللغة العربية. اضطر بعد كده للعودة إلى بوسطن بسبب وفاة أمه وأخوه بمرض السل. في سنة 1908 سافر لفرنسا لإتمام دراسته في فنون الرسم في باريس، وحقق هناك نجاح كبير. بدأ جبران بنشر مقالاته الأدبية في مارس سنة 1904، فنشر أول مقال ليه في صحيفة المهاجر، وكان المقال بعنوان رؤية، اللي نال إعجاب القراء بسبب جمال أسلوبه وخياله الواسع، مما شجع جبران على نشر سلسلة مقالات أخرى في نفس الصحيفة اللي اتسمت بالرومانسية وأطلق عليها رسائل النور. من مؤلفات جبران كتاب النبي، كتاب الأجنحة المتكسرة، الأرواح المتمردة، عرائس الملوك، دمعة وابتسامة، مناجاة أرواح، وكتاب البدائع والطرائف. توفى جبران في نيويورك سنة 1931 عن عمر يناهز 48 عام نتيجة إصابته بمرض السل وتليف الكبد. وكان رغبة جبران إنه يدفن في لبنان، عشان كده تم نقل رفاته سنة 1932 للبنان، واتدفن في صومعته القديمة اللي اتعرفت بعد كده بمتحف جبران. كانت وصيته إن يتكتب على قبره العبارة دي: أنا واقف الآن إلى جانبك، فاغمض عينيك والتفت تراني أمامك. والآن تابعوا معنا مختارات من أقواله، فلنتابع.